ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يلا بقى النهارده وصفة النهارده الاكلات في العيد وغير العيد ما بنستغناش عنها. هي ايه يا رندا؟ اللحمة المعصجة. اللحمة المعصجة دي اساس اكل العيد في كل حاجة، رقاق ومكرونة وصواني. ربنا يعيد عليكم الايام بخير وكل سنة وانتم طيبين. والنهارده الفيديو اللي هتبقى مبسوطة منه بناتنا الصغيرين، سنة أولى مطبخ، عروسة جديدة، بنوتة لسه هتتعلم الطبخ، كل دول يهمهم الفيديو دوت. طريقتنا سهلة وبسيطة. أنا بحط كيلو اللحمة مفرومة، بخلي الجزار يعملها لي وش واحد. ليه يا حبايبي؟ عشان تبقى باينة كده في قلب الصينية اللي هتعمليها، الناعمة ما تنفعش. وكيلو اللحمة عليه كيلو بصل متقطع صغير خالص، مش مفروم، متقطع صغير خالص وبس، وملح وفلفل، وممكن تحط لها قرفة وزعتر حسب الرغبة. يلا بينا على العين بقى بتاعت البوتاجاز نشوف هنعملها ازاي. هنزل بقى بمعلقة سمن، وانت ممكن تحط لها قطعة زبدة براحتك خالص، وكمان معلقة كبيرة كده زيت، بس ما يكونش ليه ريحة، يعني زيت ذرة اهو كده. ما حطيتش ليه دهون كتير عشان لما تيجي تعمل الصينية اللي هتاكليها سواء رقاق او مكرونة بيبقى فيها نسبة دهون، وانا مش عايزة الاكلة تبقى تقيلة، وفي ناس كبار عيانين ولاد صغيرين، يبقى الاكل صحي بتاعنا. اول ما السمنه او الزبده او الماده الدهنيه بتاعتك تسيح كده، واحس ان الصينيه سخنت او الحله او الطاسه، هنعمل ايه؟ هننزل بقى بالبصل، هنشوح البصل تشويحه، وبعد كده نكمل الوصفه. بصوا، هنشوح البصل تشويحه كده، هتبقى جميلة خالص. تخلي ايدك فيها يا ست الكل، ما تسيبيش البصل، انا عايزاه يبقى كله لونه ذهبي كده، ما يبقاش فيه حتت غامقة. قلبي طول ما انت واقفة كده، مش هياخد منك حاجة، عشان يبقى لونه كله زي بعضه، ما يبقاش فيه حتت بنية كده والباقي فاتح. زي ما انتوا شايفين انا عايزاه اللون الفاتح ده، وهنزل بقى باللحمة عليه واقلب. شايفين الصينية بتاعتي ما فيهاش اي دهون. ليه؟ عشان انا مخليه الجزار يديني اللحمة للتعصيق حمرا، وبقلبها وكده ضعفت الكمية. البصل تفضلي بقى بتقلبيها كده وتسيبيها شوية، هتبك شوية مية هتشربهم، وبعدين هنحط الملح والتوابل. ليه مش هحط الملح دلوقتي؟ ما ينفعش، اللحمة بتاعتك هتكلكع وتبقى كتل كده مش حلوة، لكن الملح بيتحط في الاخر. استوت خلاص اللحمه بتاعت المعصجه، بصوا ما فيهاش كلاكيع، وما شاء الله اللحمه ما فيهاش دهون. بصوا ما فيهاش دهون ليه؟ انا جايباها حمراء، والبصل الميه اللي نزلها اللحمه استوت فيها. وهنعمل بقى التكه الاخيره، بتنزلي عليها بمعلقه بقى فلفل حلوه كده، وبتحطي الملح حسب رغبتك انتي، الكميه اللي ترجعلك، وبتحطيها في الاخر علشان ما تكلكعش زي ما قلت لك. وانا دايما بحب احط مطحون ورق لورا مع حبهان، حبه صغيرين كده على حرف المعلقه، بتديها نكهه حلوه قوي. وتقلبي وتسيبيها بقى يا ست الكل. لو انت عاملاها عشان العيد بتسيبيها تبرد، وبعدين تجيبي الاكياس تعبيها فيها. طبعا الكميه بتاعت كل كيس بتبقى على قد الصينيه. شوفي انت عايزه تحطي بالصينيه قد ايه، نص كيلو، تلت كيلو، زي ما انت عارفه ميزانيتك، وتكيسيها وتشيليها في الفريزر. لما تيجي تعملي الرقاق او اي صواني في اي وقت سواء عيد او غير عيد، هتبقى جاهزه عندك على الشغل على طول. يلا بقى، لو وصفه النهارده عجبتكم ما تنسونوش في اللايك والشير ومتابعه تفضلا. واقول لكم ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. باي باي.